عمرك فتحت بقك عشان تقول حاجة مهمة وبعدين فجأة نسيتها؟ أنا دكتور محمد علي، دكتور نفساني، وعايز أطمنك على حاجة. الموقف ده بيحصل لمعظم الناس، وفي أغلب الأحيان مش معناه إن ذاكرتك ضعفت، ولا معناه إن في مشكلة خطيرة. الحمد لله الحمد لله. الانتباه والذاكرة بيشتغلوا مع بعض، ولما يكون العقل مشغول بأكتر من شيء في نفس الوقت ممكن الفكرة ببساطة تضيع قبل ما تخرج من دماغك أو من بقك، وده بيحصل أكتر في فترات الضغط وقلة النوم والانشغال المستمر. علشان كده مش كل نسيان بيحتاج علاج، ومش كل نسيان ألزهايمر. أحيانا يحتاج فقط قدر أقل من التشتيت وقدر أكبر من الراحة. ولو لاحظت إنك أنت دايما مشغول حتى في لحظات الهدوء، فيمكن يكون عقلك محتاج راحة أكتر من إنه يبقى محتاج مجهود إضافي. ولو مهتم تفهم إيه العلاقة بين التوتر والذاكرة، تابع الصفحة.